السلام عليكم يا احلى الناس، معاكم فيديو جديد من وصفات اقتصاديه. في فيديو النهارده هعمل معاكم اكله بيتي كده بس طعمها تحفه بجد. هنعمل صينيه كده، يعني صينيه غدا تفتح النفس فعلا، وتنفع كمان في العزومات. وبطريقه النهارده تقدر تبهري بيها اي حد. ويلا بقى نشوف الصينيه بتاعتنا. هنعمل مع بعض الكوسه بطعم تحفه، وهنعمل مع بعض الرز المفلفل. مش بس كده، احنا هنعمل الشوربة بتاعة البطة، وكمان دي طبعا الشوربة اللي هي طالعة من البطة يا جماعة. وكمان طبعا البطة وتحميرها وقصرها ونظافتها، كل حاجة معايا أثناء الفيديو، فتابعيني للنهاية. أول حاجة كده أنا نزلت السوق اشتريت كوسة، طبعا كيلو بس كوسة. هعمله النهاردة معاكم. يعني طريقة تقشيرها بسيطة جدا، انت بتجيبيها مش بتقشريها بقى زي اي حاجة بنقشرها، لا. احنا بس ايه، مجرد بس ايه، حاجة كده بسيطة بنعملها، او بنميل السكينة كده ونمشي عليها. احنا مش عايزين القشرة كلها، احنا عايزين بس الطبقة الخارجية اللي هي بتبقى رفيعة دي، يا جماعة فاهمين؟ الطبقة الخارجية الرفيعة دي بس هي اللي تنزل، وبتبقى معاكي بالشكل ده يعني. المهم انا عملت كده الكمية بتاعتي. تعالي شوفي اعملها ازاي. احنا بنشيل الحتة اللي فوق دي والحتة اللي تحت دي، وتميلي السكينة كده وتمشي عليها كده بالشكل ده لحد ما يظهرلك اللون الاخضر اللي تحتها ده. انت كده ماشية صح. خلينا مع بعض كده علشان النهاردة في فنيات كتير. طبعا في البداية لو لسه ما عملتيش لايك، فانزلي دلوقتي واعملي لايك وتابعيني، هتستفيدي كتير. طبعا بس بعمل دي قدامكم يا جماعة علشان الناس اللي مخدتش بالها في الاول. وبعدين هنحط الكمية كلها بنفس الطريقة. عملت كل الكمية تمام. ادي اهو الكمية اللي احنا هنستخدمها، لو عايزة تعديهم عديهم علشان تجيبي قدهم بالظبط. بس يا جماعة في كوسة بتبقى كبيرة شوية وفي كوسة بتبقى صغيرة شوية. حلو. والله متفرقش كتير، بس لو هتعمليه محشي لازم تبقى الكوسة بتاعتك كبيرة. طيب، ده ما كانش موضوعنا، فيلا بينا نكمل. بالنسبة بقى للشرايح، ركزيلي قوي قوي على التركة دي. انا بعمل شرايح متساوية. ليه متساوية؟ علشان خاطر التسوية لازم تاخد تسوية واحدة يا جماعة. يعني انا شايفة ان ده خطأ شائع جدا جدا في عمايل الكوسة خصوصا، يعني لان تقطيع الشرايح مبقاش متساوي خالص، فتيجي تشتكي بعد كده انها واحدة مستوية واحدة لأ، وهكذا. الموضوع كله يعني جاي منك انتي. ركزي بس وانتي بتقطعيها، ممكن تستخدمي بلانشة علشان الموضوع يبقى متظبط معاكي اكتر من كده، لكن انا بالنسبة لي متعودة على كده وبقدر ان انا اعملها متساوية كده. وده طبعا بحكم الخبرة. كانت الكمية كلها، فيلا بينا نكمل. فحلة على النار، طبعا دي بتاعة البطة. احنا عايزين نعمل كل حاجة في نفس الوقت، يعني نطبخ كل الطبخات جنب بعضها. هنزل كده بظهرها في المية، ودي فنية برضو من الفنيات، ركزوا فيها. ليه بظهرها؟ علشان التسوية. بصوا بقى، المية اللي هي المفترض ان هي تبقى شوربة بعد شوية، نحط فيها ورق لورا. طبعا كام ورقة انا مش بعد قوي، بس قولوا مثلا 5 6 ورقات كده من ورق اللورا. طبعا الحاجة الأساسية الفلفل الأسود، وأخيرا الملح. بس خدوا الفنية دي عندكم، احنا مش بنحط الملح غير قرب التسوية، لأن الملح بيبطئ لي عملية التسوية. شايفين بقى الفنيات اللي احنا عمالين نقولها دي؟ بصوا، حطيت ايه ما خدتوش بالكم منه ده؟ حطيت قرن شطة أحمر. طبعا ده اختياري، مش محتاجة أقول يعني. لو انت متحبيش الحراق خلاص ابعديه خالص وما تستخدموش. انا هنا بقى هنزل كده بشوية من الزيت عادي خالص، عليهم بصلة كبيرة او متوسطة، علشان هنعمل التسبيكة بتاعة الكوسة. حلو كده. انا بقى عايزة لون البصلة يعني ايه، يبقى ذهبي معايا كده. لا يا جماعة، فكرة في فنية هنا برضو ممكن اضيفها لكم. طبعا لون البصلة لو سبتيه لحد ما بقى بني كده، او ان هو ايه، قرب يبقى غامق جدا، ده بيحرق القلب حرفيا. يعني عايزه اقول لكم ان هو بيعمل حرقان كده وبتاع، فهو مبقاش حلو خالص يعني. فاحنا بنستبعد الخيار ده خالص. نزلت بالطماطم بتاعتي. انا هنا بعمل تسبيكه، فانا مش عايزه اللون برضو يبقى غامق قوي. طبعا ده اختياري، عفوا ده اختياري. ممكن ان انتي تخلي لونها يروح على الدهبي زي ما انا قلت لك كده. ممكن ان انتي ما تستنيش عليها كتير وتعملي زي ما انا عملت. الفرق ان هي مش بتعمل حموضه لو عملتيها بالطريقه دي. تمام. حطيت كده شويه من بهارات
الكوسه. طب هتسالوني ايه بهارات الكوسه؟ فلفل اسود ده اساسي، ومعايا كمان شويه من القرفه. تمام، مش كتير، ما كتريش قرفه. رشه سكر للحموضه ومعلقه ملح، دوقيها علشان تتاكدي. بعد كده هنزل الكوسه بتاعتي علشان تتسبك. يعني ايه تتسبك؟ بصوا بقى، انا هنزل كده بالكوسه بتاعتي واقلبها في قلب الكلام الجميل ده. طبعا الناس اللي تسأل على كمية الطماطم، كمية الطماطم تبقى مناسبة للكمية اللي انت هتعمليها. ايا كانت الكمية اللي هتعمليها، كمية الطماطم تبقى مناسبة. ازاي؟ بعد ما نحط الطماطم ونقلب هتشوفي ده. يعني بص معايا، بعد ما اقلب وشوف الكمية بالظبط هتبقى عاملة ازاي، وانتي هتستنتجي بنفسك انا حطيت قد ايه. طبعا مش هسيبكم متعلقين كده، هقولكوا برضو. تقطيعة الكوسة يا جماعة تحفة، مظبوطة 100%، مفيش اي غلطة خالص. طبعا الناس تقولي انتي مقطعة نصين وعاملة دوائر كاملة، يعني شريحة كاملة وفي شريحة عاملاها نصين. طبعا ده مش هيأثر في التسوية، لأن في الآخر وفي الأول ده السمك اللي بيأثر. أنا طالما مقطعة سمك واحد يبقى خلاص أنا ضامنة التسوية 100%. بالنسبة للطماطم يا جماعة، هي حوالي نص لتر من عصير الطماطم. أنا طبعا هسيبها لحد ما تقرب تستوي. بصوا بقى يا جماعة في الحتة دي، خايفين من لا هتقضي، خايفين ان الطماطم ما تقضيش او ان الطماطم ممكن تبقى تتحرق من الجوانب والكلام الفاضي ده، لا هتبقى زي الفل. كل الحكاية بس ان احنا هنزود شوربة. تمام، ده بقى بيودي طعمها في حتة تانية خالص. شوربة البطة اللي انت بتعمليها خدي منها كده وحطي في الكوسة بتاعتك لحد ما تغطي بس وشها كده او فوقها بشوية. 100 100. انت كده مش محتاجة اكتر من كده، ده هيظبط لك الطعم احسن من 1000 مرقة دجاج. خصوصا كمان ان احنا عاملين بطة، احنا مش عاملين فرخة بيضة، احنا عاملين بطة. فايه الفرق؟ ان هي شوربتها بتبقى سمينة الى حد ما، فده بيفرق معاكي برضو في الطعم. طيب بص على البطة بتاعتنا. طبعا انا كنت قلبتها، هقلبها امتى؟ لما الشوربة تغلي. تمام، انا مبقاش وطيه عليها، اول ما الشوربة تغلي بتاعتي على طول هوطي عليها، واقوم رايحة قلباها على ناحية الصدر. فاهميني ازاي؟ واقوم رايحة ايه، قرب ما تيجي تستوي حط لها الملح. حطت لها قد ايه من الملح؟ حطت لها معلقتين كبار من الملح. طبعا ده بيختلف على حسب حجم البطة. تمام، هتعرفيها ازاي؟ كل الحكاية ان انتي هتحطي فيها معلقتك وتدوقيها. انتي هتدوقي الشوربة مظبوطة يبقى تمام كده، الملح 100 100. مش مظبوطة، حاسة ان هي دلع زودلها، حاسة ان هي مالحة بزيادة، هنا المشكلة. ممكن انت تضيفي بطاطساية بتسحب الملح. خدوا عندكم الفنية دي كمان. سخنت الزيت وقليت البطة عادي على نار عالية علشان تديني اللون الأحمر الجميل شفتوه ده. قلبتها ناحيتين ومن الجوانب وتمام اتحمرت معايا. طبعا والله هي يعني الكاميرا ظلمها جدا، هي شكلها كان أحسن من كده كتير طبعا في الحقيقة. طبعا احنا عملنا قبل كده رز طبعا في القناة، فاللي عايز الطريقة يقدر ان هو يرجع لفيديوهات القناة. شايفين بقى الريحة كانت لا تقاوم. اشوفكم في فيديو جديد، بس كده والسلام.